مرحبا. أولا ألف مبروك للمنتخب المغربي اللقب الثالث في الشان. مباراة كانت ممتعة، مباراة كانت فيها ندية كبيرة. منتخب مدغشقر كان يستحق الاحترام. المنتخب المغربي كان يسيطر على المباراة بشكل كامل. المنتخب المدغري لجأ إلى الأسلوب الدفاعي، ثم لعب المرتدات واستغل هجمتين فقط في الشوط الأول، ثم هجمة في الشوط الثاني لتسجيل هدفين رائعين في المباراة. وكذلك المنتخب المغربي استغل بعض الفرص ولم يستغل كل الفرص كالمنتخب المدغري الذي استغل كل الفرص. أسامة المليوي كان نجم المباراة وكان نجم البطولة بصفة عامة. كذلك مهيري كان رائعا جدا. اليوم لعب قدم مباراة كبيرة. الأحرار قدم بطولة جيدة جدا، لكن اليوم قد يتحمل جزء من المسؤولية في الأهداف. وكذلك المحور الدفاعي أو الارتكاز لم يظهر في قطع الكرات في هجمتين فقط. الهجمة الأولى كانت عكس سير المباراة، هجمة مرتدة واحدة استطاع المنتخب المدغري تسجيل الهدف. كذلك في الشوط الثاني في اللحظة التي كان يسيطر فيها المنتخب طولا وعرضا وكان متقدما، استطاع بهجمة أولى أن يسجل الهدف. ولكن لحسن الحظ أن أسامة المليوي كان بقذيفته الصاروخية استطاع حسم اللقب لصالح المنتخب المغربي. مباراة بكل صراحة كانت ممتعة، ربما هي أحسن مباراة قدمت في الشان في هذه النسخة من الشان. مستوى كبير للاعبين، خاصة لاعبي الهجوم ديال المغرب كانوا في مستوى جيد جدا. أسامة المليوي صراحة يستحق أن يكون في المنتخب الأول، يستحق مكانه عن جدارة، لأنه قدم مباراة جيدة رغم أنه ضاع فرصة أو انفراد رأسا لرأس مع الحارس المدغري في الشوط الأول، لكن بالهدفين أظهر على علو كعبه وأنه لاعب يستحق مكانه في المنتخب الوطني وإن كان احتياطيا. يجب أن يكون في اللائحة ديال المنتخب في كأس إفريقيا القادم، ويستحق أن يكون في كل مباريات المنتخب نظرا لنزعته الهجومية وفعاليته الكبيرة. أظهر عليه في بطولة بإكملها، واليوم بالخصوص اليوم أظهر فعالية كبيرة وسجل أحسن هدف ربما في الشان لهذه النسخة. وأخيرا ألف مبروك اللقب القاري الثالث للاعبين المحليين لكل المغاربة، والسلام عليكم ورحمة الله. ونتمنى تدعمونا بشوية المتابعات، أحتاج لمتابعتكم إخواني، والسلام عليكم.